والله ما في مكان كويس هيشغلك من غير انجليزي يا حبايب قلبي. يعني انا عارفة ان احنا برضو في وقت صعب ورخم وكل حاجة، بس والله 3 اهو ما في مكان كويس هيشغلك من غير انجليزي. يعني الانجليزي اللي احنا بنذاكره ده ونقعد نذاكره برضو بنذاكره عشان نوفر على نفسنا بعد كده. والله منهجكم معظمه من B2 بلس ل C1. يعني لو حضرتك قعدت شهر بعد مذاكرة المنهج ده ترمي ودانك تسمع وتبراكتس سبيكينج، انت هيبقى مستواك من B2 بلس ل C1. يعني تقدر تشتغل في اي مكان زي ما انت عايز. اي تخصص غير الانجليش لازم انجليش. طب تخيل لو هشتغل بقى بالانجليش، اروح اشتغل اي حاجة كويسة، وانتوا السنة الجاية انتوا في اولى بتبدأوا مش زينب لا تعرفي مكان عايزين نشتغل، انت بتبدأ تفرك من السنة الجاية تشتغل. طب ما تشتغل، استغل اللي معاك ده علشان ترتاح بعدين والفلوس هتزيد. كل ما الانجليزي يزيد كل ما الفلوس هتزيد. ايوه حتة يا ولا الله يصلح حالكم يا رب.